السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن نلتقي بكم في فيديو جديد وقضية جديدة، قضية هزت الرأي العام المصري أواخر التسعينات من القرن الماضي. لبشاعتها كانت أول قضية وبتدخل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك تم تنفيذ إعدام الجناة على الهواء. قضية جعلت الشيخ الشعراوي، رغم أنه طريح الفراش في مرضه الأخير قبل وفاته، أن ينتقل إلى بيت الضحايا ليقدم العزاء. لا نطيل عليكم ولنبدأ القضية التي فعلا تستحق المشاهدة. في سنة 1997 صباح أحد الأيام تصدرت عناوين الصحف أنباء جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها المهندس نانيس، وساعتها صارت الحادثة حديث الساعة وهزت الشارع المصري. ولكن قبل ذلك نعود بكم إلى أيام قليلة قبل الواقعة. في أحد الأحياء الراقية كانت تعيش المهندس نانيس أحمد فؤاد، التي كانت متزوجة بالمهندس هاني كمال الدين. كانت حياتهما مستقرة وسعيدة، وكان لديهما بنت اسمها هدير عمرها 5 سنوات، وطفل اسمه أنس عمره 2 سنين. إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه الزوجان القيام ببعض الإصلاحات في الشقة. اتصل هاني ببعض الحرفيين، ومنهم كان الشقيقان محمد زكريا علوان وسيد زكريا علوان، اللذان يمتهنان الصباغة، وذلك من أجل إعادة تصميم بعض الغرف. في اليوم الذي حضرا فيه ليتفقا مع هاني على العمل المطلوب والثمن الواجب أداؤه، كان الجميع في الصالة. دخلت نانيس إلى غرفة النوم وعادت ومعها مبلغ من المال سلمته إلى الشقيقين كعربون من أجل بدء الأشغال. وكانت هذه هي الشرارة التي انطلقت منها بقية الأحداث. فبعد أن غادر الشقة الطمع أعمى أعينهما، ظنا منهما أن بداخل تلك الغرفة يوجد الكثير من المال وربما الذهب. فنانيس كانت تضع الكثير من الحلي الذهبية. في اليوم الموالي بدأ عملهما، وكانا يخططان لجريمتهما ويتحينان الفرصة المناسبة، بعد أن انضاف إليهم عنصر ثالث، وهو ابن خالتهما محمد رشيد نصر الدين، الذي أسر إليه بكنز علي بابا داخل غرفة نوم تلك الشقة. وكان ابن خالتهم هذا هو العقل المدبر للعملية. يوم الحادث على 9:09، وبعد أن غادر المهندس هاني الشقة، كان الثلاثة يترصدون بالقرب من العمارة. بعدها طلع محمد علوان ومحمد خورشيد، وبقي سيد علوان بباب العمارة يراقب المكان. بعد أن صعد إلى الشقة طرق الباب وهم متأكدون من تواجد نانيس لوحدها، وهذه هي الفرصة المثلى لتنفيذ خطتهم. فتحت لهم، فقالوا لها إنهم حضروا من أجل إتمام بعض الأشغال، فأذنت لهم بالدخول. توجهت إلى المطبخ لتعد لهم كوب شاي، وذلك من كرمها، ولا تدري ما ينوون عليه. ما إن أوقدت النار لغلي الماء. أحست بحركة خلفها. كان محمد خورشيد خلفها، وبسرعة هجم عليها وشل حركتها، وحاول إغلاق فمها لئلا تصرخ. هنا ترجته ألا يؤذيها وأن يأخذوا كل ما يريدون. هنا دخل سيد علوان وفي يده سكين، ودون تردد سدد لها عدة طعنات، فسقطت وسط بركة دماء لتلفظ أنفاسها. فأسرع الثلاثة بالبحث عن مكان المال. في إحدى الغرف كانت الطفلة هدير تلاعب شقيقها. لما رأت سيد علوان واقفا بالباب سألته ببراءة الأطفال: أين ماما؟ أجابها بخبث: إنها بالغرفة الأخرى لا عليك. فابتسمت الصغيرة واستأنفت اللعب. بهدوء جاء سيد من خلفها وخنقها حتى فارقت الحياة. هنا بدأ الصغير بالصراخ من الرعب، وهو يشاهد كيف أنهى السيد حياة أخته. فحمله سيد وأدخله الدولاب وأغلق عليه، وتركه يصرخ بالداخل، واستأنف بحثه عن المال، يأخذ الملابس ويرميها خارجا، والطفل زاد صراخه. طفل صغير لا يدري ما يحدث حوله وما يريده هؤلاء الغرباء. دخل في هذه اللحظة محمد خورشيد، فسمع صوت الطفل من وسط الدولاب، فخشي أن ينذر صراخه الجيران، ففتح باب الدولاب ليقفز الطفل ويرتمي بين يديه ويحتضنه من الخوف، ظانا أنه جاء ليخلصه. هنا التقط محمد منديل رأس الأم ولفه على عنق الطفل وضغط بقوة
ليفارق الصغير الحياة مختنقا. كان كل شيء يمر بسرعة. جمعوا ما سقطت عليه أيديهم وغادروا دون أن يلحظهم أحد. في الظهيرة كان الأب المهندس هاني يتصل بزوجته، لكن هاتفها لا يرد. بعد تكرار المحاولة وهذه ليست من عادتها، شعر بنوع من القلق، فقرر العودة للبيت لتفقد الأمر. وصل ففتح الباب. كانت الشقة يعمها سكون غير عادي، وما إن دخل لاحظ حالة البيت الذي نعم بفوضى، وهو الذي تركه مرتبا قبل ساعات صباحا. أحس أن مصيبة ما قد حلت. في الغرفة الأولى وجد ابنته هدير مرمية على الأرض جثة هامدة، فأسرع إلى الغرفة فوجد أسوأ شيء توقعه زوجته نانيس وسط بركة من الدماء. بدأ ينادي على طفله أنس أملا ألا يكون قد أصابه ما أصاب أمه وشقيقته، ولكن أنس لا يجيب. وبدخول هاني إلى الغرفة الأخرى لمح طفله الصغير مرميا كذلك. لم يدر ما يفعل أمام مصابه هذا، فعلى صياحه ليلتحق به الجيران ويتم الاتصال برجال الأمن الذين حلوا في الحال. ومن المعاينة الأولية كان واضحا أن سبب الجريمة هو السرقة. في البداية توجهت الأنظار إلى أقارب الزوجين، بما أنه لا وجود لأي أثر للعنف على الباب ولا النوافذ، وشرع في استجواب الجيران لتكون شهادة أحدهم هي الخيط الذي فك لغز هذه الجريمة، إذ صرح أنه رأى أحد الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصباغة في شقة المهندس واقفا أمام الباب ساعة وقوع الجريمة. وبعد سؤال هاني عن هوية العمال دلهم عليهم ليتم إلقاء القبض عليهم في نفس اليوم، ولم يأخذ اعترافهم الكثير من الوقت، إذ بمجرد عزلهم عن بعض تضاربت أقوالهم، وبعد مواجهتهم انهاروا واعترفوا بتفاصيل الجريمة. وبذلك ورغم بشاعة الجريمة كانت أسرع قضية تمكن رجال الأمن من فكها في وقت وجيز. وإليكم لقاء صحفيا واعترافات المتهمين قبل تنفيذ حكم الإعدام. ليه؟ مش هستحمل طبعا. ليه؟ هتعيط؟ لا. هتعيط؟ لا. ما هتعمل ايه؟ همسكه طبعا. هتمسكه تعمل له ايه؟ دي اختك، خد بالك. دي اختك. همسكه اضربه. تضربه بس كده؟ همسكه اضربه اموته. ولو شفته ان هو كمان ضربها بمطوه تعمل ايه؟ همسكه اموته. تموته؟ وتبقى مستريح لما تموته، مش كده؟ لانه ده موت اختك. وضربها بمطوه. ها؟ وخصوصا ان اختك داخله تعمل له ايه؟ شاي. ها؟ او ليمون. تحب الليمون ولا الشاي؟ الشاي. افرض اختك دي عندها اولاد. عندهم ولاد. اسمهم ايه؟ اخواتي كلهم مخلفين. ايوه، اسمهم ايه اختك؟ ايه الاخوات اسمهم ايه الولاد؟ اسمهم ناهد وشريف. ناهد وشريف واحمد. طب افرض ان الواد اللي ماسك انابيب البوتاجاز دخل خنق ناهد وخنق كمان شريف وضربه بمطوه، تعمل ايه؟ تموته. اذا واضح انك انت مالك انفعلت قوي كده ليه لما عرفت؟ هم طبعا ما حصلش ده بالنسبه لاخواتك البنات، ما حدش يعمل لهم حاجه، لكن انت ضميرك كان فين وانت بتموت نانيس بالمطوه؟ انا بسالك السؤال بقى. طب لما انت قد كده يعني اعصابك بتنفعل وقلبك بيدق لما حاجه حصلت في حياتك شخصيه، طب انت عملت كده في نانيس ليه؟ عشان الفلوس. انت كسيب. ما حضرتك كنت بشتغل، كنت كويس، ما كنتش بحاط. كنت حمد ربنا. قول لي مين اللي ورا العمليه؟ احنا خلاص بقى الشرطه خلاص مسكتكم والمساله خلاص وهتتحقق وهتاخد اللي ربنا هيجازيك بيه، مش كده؟ صح. انت تفتكر ربنا يجازيك بايه؟ اللي ربنا انت شخصيا تعتقد مثل هذا الحادث؟ ما اعرفش والله، ما اعرف. يعني ايه تفتكر مثلا يدوك 6 اشهر؟ لا. تأبيدة؟ برضه ما اعرفش. ايوه انت يمكن يعدموني، ما اعرفش. يمكن يعدموك. ما اعرفش. وانت حاسس انك انت لما قتلت مش القاتل يقتل ولو بعد حين؟ ايوه. طيب لما انت بتكسب مين اللي خطط لك العمليه؟ انت ولا في حد؟ لا بصراحه بقى. هو والله ابن خالي، والله هو اكبر منك.
وانت بسلامتك عندك كام سنه؟ انا عندي 22. 22. وابن خالك عنده كام سنه؟ مش عارف، عنده تقريبا 24، اكبر مني بحاجات بسيطه. هو اللي خطط؟ خططها ازاي؟ قول لي كده. قال لي تعالى وديني ووريني الشقه. بس طلعت وديته ووريته الشقه، ونزل تحت العماره قعد يلف حوالين منها. انت كنت قبل كده رحتوا الشقه؟ لما ست طلبت النقاشه. وبعدين بس قعد وريته انت الشقه. راح معاك. قال لك ايه بقى؟ قال لي كويس، وابتدت ونزل لف حوالين منها. بس عشان يشوف الحكايه ايه بالظبط. كويس. وبعدين بعد كده اتفقنا بقى ان انا وهو نطلع، واخويا يستنى تحت. كان الساعه كام؟ كانت الساعه حوالي 10:30 11. امتى؟ الصبح. 10:30 11 الصبح. يا ساتر، في عز النهار يعني. يعني انتوا عملتوا العمليه دي في عز النهار؟ ايوه. يعني انت ضربت الست بالمطوه في عز النهار؟ ايوه. 10:30 الصبح. ايوه. قبل ما تضربها ما جالكش كده شعور انك انت تهرب من المكان، من الشقه؟ جالي شعور حضرتك. انه ايه؟ ان انا اجري. تجري؟ يعني ما تنفسش؟ اول ما ابن خالي مسكها انا جالي شعور اجري. على طول والله. انت بانهي ايد موتها؟ باليمين. باليمين؟ وريني كده. الايدك دي لما ضربت الست ضربتها فين؟ انا مش عارف، مش عارف ضربتها ببطنها وفي جنبها، بس مش عارف والله. في بطنها وفي جنبها؟ بقول لك ايه، كنت مبرشم بصراحه. قول لي، ما خلاص الشرطه مسكتك خلاص. لا والله حضرتك، كنت مبرشم؟ والله حضرتك عمري ما شربت. امال يا اخويا لما انت والله دخلت كده وضربتها بجنبها وببطنها كده بالثقه دي؟ والله مش بالثقه. انا قلت لحضرتك اول ما ابن خالي مسكها انا كنت عايز اجري. والله كنت عايز اجري. جبان؟ خفت ولا شجاع؟ لا خفت. خفت من ايه؟ خفت من ربنا والله اول حاجه. وخفت من كل حاجه تاني. كده لقيته راح منادي عليها. وهو انت لما تضرب واحده في بطنها وفي جنبها تقول لي خفت؟ ما انا قلت لحضرتك خفت ايه؟ ما هو لو جريت هو سابها جري وجري هنتحبس برضه. بس هتحبس برضه؟ يعني انت كنت عارف انك انت هتعمل العمليه دي وتتحبس او تعدم، ولا فاكر انك انت هتعملها والشرطه مش هتجيبك؟ قول لي كده بامانه. حضرتك انا لو كنت حاسبها ان انا هعملها وهتحبس ما كنتش عملتها، او لو كنت هتقدم ما كنتش عملتها. انت كنت فاكر انك انت هتهرب؟ انا كنت حاطط. انت بترتعش ليه كده دلوقتي؟ انت راجل ماسك مطوه وضربت ست ويعني قوي، بترتعش ليه؟ ترتعش؟ يعني انت كنت فاكر انك انت الشرطه مش هتجيبك؟ لا طبعا. كنت فاكر ايه؟ ما فكرتش حضرتك في حاجه زي كده خالص والله. انا كنت فاكر ان الشرطه هتجيبني او ان انا هتعدم او حاجه زي كده، ما كنتش عملت حاجه خالص. طب ما كنت فاكر ايه؟ طب ما تفهمني. انا كنت عايز يعني انا كنت عايز حاجه. انت عاوز تاخد فلوس عشان اسدد اللي عليا. تسدد اللي عليك بس وتهرب ومحدش يجيبك، صح؟ كنت عايز اسدد اللي عليا بس. انت عليك فلوس قد ايه؟ حضرتك في واحد جه ضحك علينا، محامي من هنا جه ضحك علينا وخلانا ضمناه في موبيليا وحاجات كتير. محامي؟ محامي. وقال انا اتنصب عليا وساعدوني وبتاع. فجينا احنا ضمناه في موبيليا. خدها ومشي. الناس مسكتنا احنا، مضيتنا تنازل عن الشقه اللي احنا قاعدين فيها. انت ابن خاله؟ عندك كم سنه؟ 22 سنه. تشتغل ايه؟ نقاش. زي برضو محمد. انت اللي اترمى في حضنك الولد الصغير؟ انا اللي فتحت عليه الدولاب، كان محمد حطه في الدولاب. وسمعت صوته بيصرخ، فبقول له هو فين الواد؟ قال لي ده في الدولاب. فجيت جري فتحت الدولاب وخدته في حضني. اول ما فتحته هو ارتمى في حضني. شلته. دنتني شايله. طبعا هدومي كانت ساعتها متعصى دم. فقلت يا سيد خده على ما اروح اغير واشطف ايدي. فاديته لسيد. فعلى ما رحت الحمام الصغير غسلت ايدي ولبست بنطلون وقميص ورجعت لقيت سيد خانق الواد. امال انت عملت ايه؟ انا اللي دخلت اول حاجه الشقه انا ومحمد. وعلى السلاح احنا ندهن الشباك. بعد كده دخلت انا عليها المطبخ اقول لها هات شويه جاز. فانا اللي حطيت ايدي على بقها وكتفتها. بايه؟ بايديا.
بيقولوا بفوطه مبلوله. ده بقى في الاخر، دي الفوطه المبلوله بعد ما حطيت ايدي على بقها. يعني هي وهي بتعمل الشاي انت اللي حطيت ايدك على بقها؟ انا ما شفتش وهي بتعمل شاي، بس هي كانت في المطبخ. فدخلت عليها، انا اللي مسكتها. مسكتها منين؟ هي كانت مدياني ظهرها، فيا دوب على ما دخلت ادتني وشها، حطيت ايدي على وشها. ليه حطيت ايدك على وشها؟ علشان ما تطلعش صوت، عشان ما تصرخش. وبعدين فاول ما حطيت قامت هي لقيتها بصيت لي كده وقالت لي ايه، خدوا كل حاجه. يعني عرفت ان كنتوا عرفت يعني. فما لحقت، قلت لها خلاص ما تطلعيش صوت. لسه ما كملتهاش لقيت محمد داخل من بره ومعاه المطوه وعمال يغزها. وانت ماسكها؟ انا ماسكها، ما اقدرش اشيل ايدي عشان لو شلتها هتصوت. يعني انت امنته؟ صح؟ مش يقولوا كده برضو؟ انت امنته. قفلت بقها ومحمد شغال بالمطوه. والدم نازل. الولاد فين بقى؟ الولاد كانوا معانا عادي قدامنا. يعني دخلوا علينا المطبخ. انت ليك اخوات صغيرين؟ ليا اخ اسمه محمود. قد ايه، كام سنه؟ عنده 12 سنه. افرض ان حد محمود ده يعني حط ايده على بقه عشان يسكت صراخه، وحد نغزه بسكينه، تعمل ايه؟ طبعا مش هستحملها. كده هتعمل ايه؟ همسك فيه. مش هسيبه. وبعدين؟ مش هرحمه يعني. مش هترحمه. وانت ما رحمتوش العيال ليه؟ انا والله انا رحمتهم ولا جيت جنبهم. يا اخي كلمني يا اخي عن انسانيتك. انا عاوزك تكلمني عن انسانيتك. يعني الباب اتفتح، الدولاب، الولد اترمى في حضنك، خدته في حضنك. حلو، انسانيه دي يعني. وبعدين؟ واديته لسيد. كان بيعيط ولا كان ايه؟ اول ما كان في الدولاب كان بيعيط. حبستوه قد ايه في الدولاب؟ هو دقيقه. مين اللي حبسه؟ محمد اللي حبسه؟ وانت سمعت؟ كنت انا بدور. انتوا قتلتوه ليه؟ يعني ايه الخطه من قتله؟ ما اعرفش. هو سيد اللي بيقول لك انا جيت اشيله لقيته بيصرخ. ده بيقول ده سيد بيقول لي انك انت المخطط. لا انا ما خططتش ولا جيت جنب. اختلفتوا خلاص؟ لا ما اختلفناش. انا يعني انت بس كنت بتأمن، انت اللي حاطط ايدك على بق الست. اللي انا عملته عشان ما تصرخش. هو ده اللي انا اشتركت فيه. وفضلت حاطط ايدك لغايه ما لفظت انفاسها. لما لفظت انفاسها استريحتوا؟ سبتها. انت استريحتوا؟ يعني طبعا اي حد بيبقى ناوي يعمل حاجه، فبعد ما خلص قفلنا عليها المطبخ وسيد طلع وهي غرقانه في دمها. وبعدين سيد طلع. فتحنا له الباب. العيال ماما في ماما انتوا بتعملوا ايه؟ قلت لها ده مين بيقول كده؟ البت الصغيره. عندها كام سنه؟ مش عارف. فبتقول ماما مالها؟ قلت لها مفيش، دي اتلسعت واحنا في المطبخ. اتلسعت في المطبخ. فلما طبعا بندور على الحاجه فتحنا الادراج، قامت هم دنهم يلعبوا في الحاجه اللي في الادراج، العلب المكياج وبتاع، فدنهم يلعبوا فيها. اللي هم الاطفال. مين بقى صاحب القرار انه يخرسهم خالص؟ محمد ده بقى خير سيد. ما هو محمد اللي هو كان معايا في الاول اللي غز. قال ايه؟ ما قالش، انا لقيته في الاخر. يعني لا مؤاخذه، جيت سالت البت انت تعرفي عمه؟ قالت لا ما اعرفش حد، علشان ما فيش منها ضرر، على اساس ما تجيش تقول انا عارفه اللي كان هنا. سالتها. يعني انتوا خلصتوا العيال علشان خاطر ما يبقوش شهود؟ لا ده محمد بناء هو اللي خلص بناء عن كده. انا من الاول سالت البت، قالت انا ما اعرفش حد، ليه صغير ما تعرفش حد شافتنا واحنا لا مؤاخذه بنقتل امها ما اتكلمتش. ليه ما تفهمش حاجه نهائي. دي اول جريمه ليك؟ دخلت قبل كده السجن؟ لا. رحت بيت ليله وليلتين مثلا؟ عمرك ما عملتش عمري غير فيش وتشبيه، اكتر من كده ما دخلتش في الاسم. وانتوا نازلين بقى خدتوا المصروفات وديتوها فين؟ روحنا. بعتوها تاني يوم؟ لا ما بعناش، مفيش حاجه اتباعت. طب تعرفوا منين ان عندها ذهب ومصروفات؟ محمد اللي كان شغال عندها، ولا عندها فلوس كتيره. وانتوا لقيتوا فلوس؟ ما لقيناش فلوس، لقيتوا بس الحاجات الذهب وبتاع. وكان اول اتفاق كنت انا اللي ابقى تحت وهم اللي هيطلعوا وينزلوا بالحاجه. وبعدين؟ فجيم ساعه ما رحنا لما قالوا لي انت جبان، انت كل مره انت بتقف واحنا اللي بنطلع، عشان قبل كده فتح لهم المهندس. يعني ايه كل مره انت بتقف تحت؟ لا احنا مره جبان. وانتوا عملتوا قبل كده مرتين رحنا تجارب يعني. يعني عملت معاينه. هو انت بعد الواد ما جه في حضنك الصغير مين اللي قفل عليه؟ يعني مين اللي خلص عليه؟ سيد. وانت شفته وهو واقف في الارض؟ لا. انا ما شفتش لا جريمه البيت ولا الواد غير بعد ما خلصت. شفتها ازاي بقى؟ شفتهم ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ عباره عن اللي انا جيت اول حاجه، مش ما لقيناش اي حاجه في الاول كويس، اي حاجه غير هما 13 جنيه.
فجيت بيقولوا لي دور على ايه، على حاجه نشيل فيه، كان عنده تسجيل كبير قالوا نشيله. فبداوا قالوا لي قرار مين بقى؟ قرار محمد هو رئيس العصابه يعني. ما هو اللي كان شغال في الشقه. هو اللي كان شغال في الشقه وعارف بقى كده. عارف انا بسالك ليه كده؟ عشان الناس اللي بتشوفنا تعرف ان دخول البشر اللي من امثال حضرتك في الشقق ما يجيبش. انا دخلت كتير. ممكن اكمل كلامي؟ يعني البشر يعرفوا ان الناس اللي بتخش الشقق وتشتغل فيها لازم يبقى الناس فاطمه ان ممكن دول في لحظه من اللحظات يتحولوا لمعلم قراري زيك. ولا انا غلطان؟ بصراحه صح؟ سيد زكريا علوان. سيد زكريا علوان، عندك كم سنه يا سيد؟ 27 سنه. 27 يعني انت اكبر الولاد. وريني ايدك كده اليمين. ده ايه ده؟ محمد كنت ببصم. كنت بتبصم. ايدك اليمين انت عملت بيها حاجه وحشه، ايه هي؟ طلع غصب عني. رد على سؤالي. انا بكلمك بهدوء عشان تقول لي كل حاجه بهدوء، مش كده يا سيد؟ عملت بايدك اليمين دي ايه؟ كان الطفل عمال يصرخ جامد. مش سامعك. طفل عمال يصرخ جامد. وبعدين حاولت اسايس العب اي حاجه. لحظه اعصابي فقدت الوعي خالص. كنت مبرشم؟ لا. كنت شارب حاجه؟ لا. كنت واخد قرص؟ لا. ولا حاجه خالص؟ ولا اي حاجه. كويس. وبعدين لحظه وصلت انت قعدت تلعبه. يعني عايز تسكته. عايز اسكته ليه بقى؟ عشان كان بيعيط على امه؟ لا، كان بيعيط عشان اخته. وبعدين اما احاول ان انا اسكت فيه عشان الواد في لحظه كده لقيت الواد عمال يصوت بطريقه رهيبه. هيفضحكم. الصوت ده هيعمل ايه؟ هيلم الناس علينا. وبعدين ويمسكوكوا. قول لي يا سيد، لو كان الناس اتلموا عليكم ومسكوكوا كانوا يعملوا فيكوا ايه؟ تفتكر انت ايه؟ وخصوصا لو حد دخل جوه وشاف الست واقعه من طولها في دمها. مش هزل من اللي احنا بنتعامل فيه. نعم؟ مش هزل من اللي احنا فيه دلوقتي. مش كل واحد بيغلط لازم ياخد عقابه. ايوه، ما انا فاهم، انت هتاخد عقابك، لكن انت بقى عملت ايه بقى؟ الواد بقى فضل يصرخ. وبعدين حصل لقيت نفسي فقدت الوعي. على مالك عشان افهم منك. فقدت الوعي خالص. كنت ماسك الواد عمال على زمارة رقبته، لقيته سكت شويه، رحت سايبه، لقيته راح مفيش ثواني لقيته راح مصوت تاني بزياده، رحت جايب اشربه ورحت ربطه على زمارة رقبته. بعدين يعني كان عايش عادي يعني، بس ايه الواد زي تقول كانت في حالة غيبوبة، ما اعرفش، ما كنتش متأكد والله العظيم اقسم رب العزة، انا كنت بفكر ان هو عايش. بعد ما على زمارة رقبته بالاشارة؟ لا بس ما ربطتش جامد يعني. بشويش يعني. بحنية يعني. بحنية يا سيد؟ بحنية ليه؟ هو انت بتربط رقبته بحنية ليه؟ بتعمل له كرافته؟ لا. بتعمل له ديكور يعني؟ لا. طب اما كنت عايز انت ايه؟ انك تسكته. يعني تخرسه، صح يا زيد؟ عايز انا اخلوش يصرخ. ما تخلوش يصرخ. عملت ايه بقى؟ الواد بقى وقع في الارض؟ لا، نيمته على السرير. وهو ايه؟ قلت مدروخ؟ من الحركه دي. وبعدين؟ بس خدنا بعضنا ومشينا بعديها. لا، ومين اللي ضربه بالمطوه؟ لا، ما حدش ضرب الواد. امال الواد مات ولا كان عايش؟ انا عرفت ان هو مات. عرفت من مين؟ من الجرايد؟ من الصحافه؟ يعني انت عايز تقول انك انت سبته على السرير ومشيت بعد ما انت عملت دي؟ ربطت الاشر. يعني انا دلوقتي لو جبت اشرب، لو حزامي ده جبته انا هنا وجيت على رقبتك دي ورحت داخل كده عليها وخنقتك، هتعمل ايه؟ هتبقى عايش ولا تموت؟ هموت. طيب الطفل ده انت مالكش اخوات دلوقتي ولا ايه؟ ليه؟ عنده كم سنه اخوك؟ اصغر اخواتك كام؟ محمد ده؟ لا ده شحط، انا بتكلم على حد صغير. لا هو اصغر واحد. ده اصغر واحد عندك؟ وانت بتشوف الاطفال في الشوارع وحاجات زي كده، ما عندكش قلب ولا ضمير ولا حاجه؟ غصب عني. غصب عنك ازاي؟ قول لي غصب عنك ازاي؟ انت بايدك دي يعني بصوابعك دي خنقت الولد؟ طب اعمل ايه؟ بيقولوا لي لازم تتمالك اعصابك، خصوصا مع اللي خنق الولاد.
ويعلموني يقولوا لي ما تحاولش انك انت تضغط ولا تعامل المتهم بقسوه، لكن انا مش قادر يا اخي. يعني عمال افتكر المشهد. طب المشهد ده انت بتحلم بيه؟ والله العظيم بتحلم بيه؟ رد على سؤالي. ما دوت النوم لغايه دلوقتي. ما دوتش النوم لغايه دلوقتي عشان عملت المشهد ده. طب ده الواد والبنت بقى عملت ايه فيها؟ البنت انا مسكتها لاخويا اخوك مين؟ محمد. يعمل ايه؟ قام بيقول لي اضربها. انا كنت لسه تضربها عشان ايه؟ على اساس ان البنت عارفاه. عارفه شبهه؟ عارفه محمد. عارفه محمد؟ لانه كان بيجي الشقه قبل كده. هي البنت اكبر شويه من الولد؟ وبعدين؟ المهم بيقول لي اضربها بتاع. انا قلت له انا مش قادر هات السايبه ورحت ماشي. مسكت له البنت. وبعدين هو عمل ايه فيها؟ هو راح ضربها، راح قال لي خش اربط عليها اشار بتاعتها عشان لسه فيها الروح. لسه فيها روح؟ فانت رحت داخل ربط الاشار. جايب اشار تاني؟ لا، ده البنت كانت قبل الواد. البنت قبل الواد؟ يعني انت استخدمت الاشارب مع البنت؟ لا، ما كان في اشربين. الاشاربين دول استخدمتوهم؟ الاشاربين دول جايبهم معاكم؟ لا. لقيتوهم فين؟ هناك. واحد خنقتوا بيه الولد والتاني خنقتوا بيه البنت. والاتنين سكتوا خالص في الشقه. وانتوا نزلتوا لقيتوا الشقه الست غرقانه في دمها والاطفال ميتين. انا طلعت لقيتهم هم مخلصين عليها، ما شفتهاش حتى. الست؟ انت بس كان اهتمامك الاطفال. استخدمتوهم؟ الشربين دول جايبهم معاكم؟ لا. لقيتوهم فين؟ هناك. واحد خنقتوا بيه الولد والتاني خنقتوا بيه البنت. والاتنين سكتوا خالص في الشقه. وانتوا نزلتوا لقيتوا الشقه الست غرقانه في دمها والاطفال ميتين. انا طلعت لقيتهم هم مخلصين عليها، ما شفتهاش حتى. الست؟ انت بس كان اهتمامك الاطفال. بعد عدة جلسات ومحاولات سنة 1998 صدر حكم نهائي بإعدام المجرمين الثلاثة، وقد تم نقل اللحظات الأخيرة قبل إعدامهم على القناة التلفزية المصرية الرسمية بأمر رئاسي من الرئيس حسني مبارك، وكانت هذه أول مرة يتم فيها نقل أطوار إعدام الجنات. فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها، وعقدوا العزم على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي سعوا إليها نهارا بمسكنها حاملين سلاحا أبيض مطوى قرن غزال، مغتنمين فرصة وجودها وحيدة به وسابقة قيام أولهم بأعمال لديها. وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعائه، بينما صعد الأول والثاني إلى المسكن وطرق بابه ودلف إلى داخله بعدما خدع المجني عليها وعليهما بأنهما حضر استكمال أعمال الدهان التي كان قد قام بها المتهم الأول. وبينما اتجهت لإعداد الشاي لهما تعقباها، حيث قيد الثاني حركتها في حين هال الأول عليها طعنا بالمطواة التي كان يحملها، ثم ناولها للثاني فطعناها أيضا بها قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وبعد أن أجهزوا عليها لحق بهم الثالث وتلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما: ألف، قتل الطفل هديل هاني محمد كمال الدين عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على التخلص منها، حيث أطبق المتهم الثالث على عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بقطعة من القماش، وطعنها المتهم الأول بالمطواه قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب، قتل الطفل أنس هاني محمد كمال الدين عمدا بأن حبسوه داخل سوان الملابس حتى أتموا جريمتيهما السابقتين، وإذا على ثراخه أوكلوا إلى ثالثهم أن يتخلص منه، فانفرد به بأحد الغرف وأطبق بيديه على عنقه بقطعة من القماش،
وكتم أنفاسه بوسادة قاصدين قتله، فاختنق على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وفارق الحياة. وكان القصد من ارتكابهم هذه الجنايات الثلاث الثالث في ذكرها ارتكابهم لجنحة سرقة، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرقوا الحلي الذهبية والنقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات وصفا وقدرا وقيمة، والمملوكة للمجني عليها نانيس أحمد فؤاد وزوجها هاني محمد كمال الدين، حالة كونهم حاملين سلاحا أبيض مطوى قرن غزال. وطعن المحكوم عليهم بطريق النقد، حيث قضت بجلسة 10 مارس 98 بقبول عرض النيابة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام سيد زكريا علوان شنقا. وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام حسب ما أشر به سيادته على الحكم بتاريخ 14/4/98، وما جاء بكتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 22 إعدام المؤرخ في 15/4/98. وقد حدد السيد اللواء مساعد أول وزير لقطاع السجون اليوم 21/4 موعدا للتنفيذ. يا سيد، عايز تقول حاجة قبل تنفيذ الحكم؟ عايز اقول كلمة واحدة. قول. وربنا يعلم بي انا اهو في اخر لحظة في عمري. ايوه. ان اخويا الرابع المتهم الرابع اقسم برب العزة ان هو ما يعرف اي حاجة. طيب. والله. عايز تقول حاجة تاني؟ لا، عايز اخلي بس اخواتي ربنا يسامحوني وزوجتي خلي بالي بينهم اخواتي البنات. طيب. ورجاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمد رسول الله تبت إلى الله تبت إلى الله ورجعت إليه ورجعت إليه. مش عايز تقول ولا حاجة حتى لربنا؟ دعاء، حتى دعاء. وهو رفض الحديث معنا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده إلى ورسوله الله تبت إلى الله ورجعت إليه ورجعت إليه. تم إعدام الوحوش الثلاثة، ولكن هل عادت نانيس إلى الحياة؟ طبعا لا، فقدت حياتها بسبب أنها وثقت بذئاب بشرية فتحت لهم الباب وهي وحيدة، ومن كرمها دخلت لتعد لهم الشاي، ولكن الطمع أعمى عيون الجنات فدمروا حياتهم وحياة من وثق بهم. إلى هنا نستودعكم في أمان الله، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد وقضية جديدة. فضلاً وليس أمراً ادعمونا بزر لايك، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.